حياتك ولا في قبرك ولا في آخرتك إلا العمل الصالح. اسمع، الله تبارك وتعالى قدر على الخلائق أو على العباد أنه من عاش على شيء مات عليه. من عاش على شيء مات عليه. عشت على الصلاة وحب الصلاة هتموت وانت في الصلاة. عشت على القرآن وقرأت القرآن وحب القرآن هتموت وانت بتقرأ قرآن. بتحب الأعمال الصالحة صلة الرحم هتموت وانت بتصل رحمك. عشت على الذكر هتموت على الذكر. عشت على لا إله إلا الله هتموت على لا إله إلا الله. عشت على الأعمال الصالحة وبر الوالدين هتموت وانت في بالأعمال الصالحة. عشت على الأغاني هتموت وانت بتسمع أغاني. عشت وانت عاشق للشات والنت والمواقع الإباحية هتموت على هذه الخاتمة. شوف بنضيع وقت قد ايه دلوقتي على الشات، على النت، امام الشاشات، البرامج الساقطة، الافلام الهابطة، العري والرقص والفجور، الفضائيات او بعض القنوات اللي صدرت الينا البلطجة، اللي صدرت الينا كل الفجر. لو عشت على كده هتموت على كده. لو عشت بتحب مشاهدة الناس الفاجرة هتحشر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا المرء يحشر مع من يحب. شوف انت كنت بتحب مين في الدنيا هتحشر معاه. بتحب أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقوى معاهم. بتحب أهل الفجور والعصيان معاهم. يبقى اللي هينفعك عملك. وصدق وحبيبك أخبرنا كما عند مسلم والبخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. مالك اللي انت جمعته، أولادك اللي انت كنت كل همك في الدنيا تشوفهم أحسن الناس، زوجتك اللي فنيت عمرك عشان تسعدها وتجيب لها أحلى وأغلى الأشياء، أولادك اللي كنت حريص وبتطلع تشتغل وتتعب وتحارب عشان تخلي ابنك دكتور ولا مهندس ولا أي حاجة كويسة، كل دول هيرجعوا ويتركوك. الأهل هيرجع، حتى ابنك اللي كنت ممكن تاخد اللقمة من فمك وتعطيها إليه. طبعا مش معنى كده بقول لك تهمل في تربيتهم، لا، أنا بس بعرفك إن أجمل إنسان أنت بتحب تشوفه أحسن منك. أي واحد في الدنيا ما يحبش يشوف حد أحسن منه إلا ابنه فقط. أهو ابنك ده بقى آخره هيقف نص ساعة ولا ساعة على قبرك يرجع بقى يستلم الورث ويستلم الحياة المرفهة اللي انت كنت عايشها له. لو صالح هيدعي لك وفي ميزان حسناتك، ولو طالح ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو صحيفة الإنسان ما بتتقفلش. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صحيفتك بعد موتك بتفضل شغالة، يعني ممكن وانت في قبرك في حسنات جارية، وممكن وانت في قبرك سيئات جارية. سبت ولد بلطجي ولا ولد نصاب ولا سارق ولا حتى فاجر، كل اللي بيعمله في ميزان سيئاتك، لان انت ما علمتوش في صغره ازاي يتقي الله، ما علمتوش يصلي. ما انت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زي ما كنت حابب تشوفه دكتور، مهندس، محامي، تشوفه وكيل نيابة، يبقى لازم تحب تشوفه من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، وستسأل أمام الله. انت علمت ايه ابنك من كتاب الله؟